في يوم من الأيام سنة 1989 كان في راجل اسمه تشارلز. راجل شكله محترم، شكله مدير في شركة تأمين، متجوز واحدة اسمها كارول، ممرضة وحامل في طفلهم الأول. الناس كانوا شايفينهم زوجين مثاليين، عندهم بيت شيك وعربية ومستقبل باين عليه مبشر. بس كان في حاجات كده زي ما بيقولوا من تحت الطاولة، حاجات محدش كان يعرفها غير تشارلز نفسه. لكن في ليلة 23 أكتوبر سنة 1989 الشرطة استقبلت مكالمة طوارئ من تشارلز. صوته كان مهزوز بيقول: ساعدوني، أنا ومراتي اتضربنا بالنار، في واحد أسمراني هاجمنا، مراتي بتموت. الشرطة طبعا جريت بسرعة وراحت المكان اللي فيه الوصف. لقوا العربية، وكارول كانت مرمية جوه ومضروبة بالنار في راسها، وتشارلز كان مضروب بالنار في بطنه بس كان لسه عايش. الليلة دي كانت ليلة مأساوية. كالور دخلت في غيبوبة وبعد ساعات ماتت، والبيبي كمان كان في بطنها. حاولوا ينقذوه بس مات هو كمان. تشارلز دخل المستشفى هو كمان، وكل الناس طبعا تعاطفت معاه، والإعلام اتكلم عنه إن هو ضحية والزوج اللي خسر مراته وطفله واتصاب برصاصة. طبعا لما حالته الصحية اتحسنت الشرطة جت بدأت تحقق معاه وتسأله: اللي هاجمك كان ايه؟ قال لهم: اللي هاجمني كان راجل اسود دخل العربية بالعافية وسرقنا وضربنا بالنار. الشرطة طبعا بدأت تعمل حملات تنشيط ضخمة جدا في بوسطن. الناس كلها بدأت تشك في أي شاب أسمر. وفي الشارع اعتقلوا شباب كتير ومن ضمنهم شاب اسمه ويلي. تشارلز قال: أيوة، هو ده اللي هاجمني. والشرطة صدقته والإعلام كمان صدقه، والكل كان شايف إن القضية كده اتحلت. بعد ما تشارلز خرج من المستشفى بدأ تصرفاته تبقى غريبة قوي. واحد من إخواته اسمه ماثيو قرر يتكلم. ماثيو راح للشرطة وقال لهم: أنا اللي ساعدت أخويا في الليلة دي. وهنا بقى كانت الصدمة. بس أنا ما كنتش أعرف إن هو ناوي يقتل مراته. الشرطة جالها حالة صدمة رهيبة. قال إن تشارلز خطط للجريمة من بدري، وإنه طلب منه يركب معاه ويساعده في الخطة. لكن اللي حصل إن تشارلز دخل مكان فاضي بالعربية وضرب مراته بالنار في راسها وهي حامل، وبعدين ضرب نفسه برصاصة في بطنه عشان يبان إنه ضحية زيها. الشرطة هنا طبعا ما كانتش عايزة تصدق، بس لما جابوا كل الأدلة مع بعض والطب الشرعي أكد إن الطلقات اللي كانت من نفس المسدس، وإن الإصابة بتاعت تشارلز شكلها متعمدة، بدأوا هنا بقى يفهموا اللي عمل الجريمة دي هو الضحية المزعومة نفسها. طبعا أول ما تشارلز عرف إن أخوه اتكلم وإن البوليس بدأ يدور عليه، هنا بقى عمل حاجة صادمة. في 4 يناير سنة 1990 رمى نفسه من فوق الكوبري في نهر ميسيتك ومات. بعد موته بقى الناس بدأت تسأل هو ليه عمل كده. التقارير قالت إنه كان مديون جامد وعايز ياخد الفلوس بتاعت بوليصة التأمين على حياة مراته، واللي كانت قيمتها وقتها حوالي $500,000. يعني حب الفلوس غلب عليه وقتل مراته الحامل. وما اكتفاش ده كمان رمى التهمة على شخص بريء بس عشان اللون. الناس وقتها صدمت والقضية كانت ماشية في اتجاه وقلبت تماما، والكارثة إن في وسط ده كله الشرطة اعتقلت ناس بالظلم. وسائل الإعلام ركزت على الشخص الأسمر المجهول بدون أي دليل. القضية دي علمت في أمريكا كلها درس كبير، إن مش كل اللي بيعيط ضحية، ومش كل اللي بيتكلم مظلوم وبريء. في ناس بتلبس قناع الضحية، بس لما تشيل القناع ده تلاقي الجاني الحقيقي. ودي كانت حكايتنا النهاردة من وراء القصة مع منى. استنوني في جريمة جديدة وغامضة أكتر. لو عجبتك القصة اعمل لي لايك وشير وتابعني، هكون مبسوطة جدا وانتم موجودين حواليا.